مرحبا بك صديقي. في فيديو اليوم سنقدم لك مجموعة من المعلومات التي قد لا تكون سمعت بها من قبل، وهي معلومات ستجعلك بالتأكيد أكثر علما وثقافة من ذي قبل. فهل أنتم جاهزون يا أصدقائي لمحة معرفة لننطلق في رحلة مسلية من المعلومات؟ فلنبدأ. إن العطس هو رد فعل طبيعي من الجسم، وإذا قمت بفتح عينيك أثناء العطس فهما لن يخرجا من حجريهما كما يعتقد البعض، وهذا أمر تم إثباته علميا بالفعل. يمكن للشخص الطبيعي أن يحيا شهرا بدون طعام، ولكنه لن يستطيع الصمود لأكثر من أسبوع بدون ماء، حيث سيموت من الإصابة بالجفاف. طقطقة أو طرقعة الأصابع لا تسبب ضررا للعظام، ولا تسبب أيضا التهاب المفاصل، فهذا الصوت الذي تسمعه هو صوت فقاعات غازية صغيرة تنفجر في الواقع. العلم الأمريكي الحالي والذي يتضمن 50 نجمة هو في الأصل من تصميم فتى يمتلك من العمر 17 عاما كمشروع مدرسي، ولقد حصل الطالب حينها على علامة سالب B فقط، ولكن تم تعديل العلامة إلى A عند اختيار الرئيس أيزنهاور للتصميم كعلم للبلاد. تعد بوصة مكعبة من العظام أقوى ب4 مرات من الخرسانة. يمكن للأنف تذكر أكثر من 50,000 رائحة مختلفة. السكان الوحيدون للمريخ حتى الآن هم الرجال الآليون الذين يتم إرسالهم إلى هناك، وكذلك لا يوجد حتى الآن اكتشاف لأي شكل من أشكال الحياة على هذا الكوكب. بالرغم من أننا جميعنا نعرف أن لون الجزر هو اللون البرتقالي، ولكن لونه في الأساس كان إما أصفرا أو بنفسجيا، ولكن تغير لونه بمرور الوقت. يتشارك البشر 50% من حمضهم النووي مع الموز. أنت حين تفكر في أمر ما فأنت في الحقيقة تفكر بالذكرى الخاصة به، وليس في التوقيت الذي حدث به الأمر. العيون البنية يقبع خلفها لون أزرقا، ويمكن لذوي العيون البنية الخضوع لجراحة لتحويل لون أعينهم للون الأزرق. عندما تشعر بالخجل وتحمر وجنتيك يحدث مثل ذلك الاحمرار بمعدتك من الداخل أيضا. فقط 2% من سكان العالم يمتلكون عيونا خضراء اللون. أكثر الأقلام الملونة استخداما لتظليل الكلمات هو اللون الأصفر، والسبب في ذلك يرجع إلى أنه لا يترك أثرا عند تصوير الأوراق بالماكينة. إن الجلوس بزاوية قائمة يضر بظهرك، لذلك عليك الجلوس بزاوية 135 درجة من أجل حماية ظهرك من الآلام. في الولايات المتحدة لو قمت بإيجاد ريش للنسر الأصلع فعليك الحصول على تصريح حتى تقوم بجمع هذا الريش. منذ عدة سنوات كان يباع الكاتشب على أنه دواء، على هيك المايونيز كان حلوى. اليوم على كوكب الزهرة أطول من سنة كاملة على نفس الكوكب. يمكنك قياس درجة الحرارة عن طريق عد عدد السقسقات التي يقوم بها صرصور الليل في 15 ثانية، ثم إضافة 37 لهذا العدد. الكروسون ليس مكان اختراعه الأصلي فرنسا كما يعتقد البعض، ولكنه تم تصنيعه في البداية في فيينا بالنمسا. قد تلاحظ عبارة خالي من السكر على عبوات التيك تاك، ولكن هذه الحلوى مكونة بنسبة 98% من السكر. ولكن كيف ينجون من العقاب؟ سأخبرك. لكي يعتبر الطعام خاليا من السكر يجب أن يحتوي على نسبة أقل من 5 جرام من السكر، بينما يحتوي التيك تاك على 4.9 جرام فقط من السكر. فهل فهمت الأمر؟ وفي النهاية، ما هي المعلومة التي أثارت دهشتك؟ أخبرنا في التعليقات أسفل هذا الفيديو. نشكركم للمشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك.